حلو كده. انتي فاتحه اللايف. ازيكم يا عسليات، وحشتوني. انا جايه النهارده اوريكم البلوسه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله، هي في منها الوانات كتير وخامتها الخامه خطيره، ناعمه جدا وحلوه جدا. كان نفسي الاقي عندي حاجه تايكر البسها لكم النهارده، عشان طبعا كلنا عارفين ان التايكر هو السر للرجل الثري. لو عايزين تشتروا حاجة كده حلوة زيها هتلاقوني حاطة اللينك بتاع المحل، وهو عامل كازيونات حلوة جدا، وهحط لكم اللينك بتاعه في البانيو في البايو، هحطوه في البايو. هروح بقى اخير الاوتفيتس بتوعي واجيلكوا تاني. اعلى نسبة مشاهدة، او ممكن نقول المسلسل اللي عليه اعلى نسبة اختلاف في الرأي وكلام كتير جدا حوالين المسلسل. انتوا عارفين ان كل يوم بينزل اكتر من 35 مليون فيديو على التيك توك، وده علشان انت مش لازم تكون موهوب او صوتك حلو علشان تنزل فيديو. فكرة التيك توك قامت اساسا على اعادة تدوير المحتوى، ان انت ممكن تكون بتعمل حركات او بتمثل على كلام من مسلسلات او افلام او برامج، ومش لازم يكون الفيديو ليه معايير معينة من ناحية الكواليتي او ان الفيديو نفسه يبقى كويس علشان يبقى ترند. هي في الاول وفي الاخر ضربة حظ. تعمل ايه يعني عشان يدخل لها فلوس من التيك توك ده؟ التيك توك ليه عالم مختلف خالص. هو بقى بيصنف الطبقات لطبقة من ايجيبت وطبقة من مصر. الطبقة الغنية واللي معاها فلوس وعايشة في الكومباوندات زي ما شيماء بتقول، دي الطبقة اللي هي من ايجيبت. اما الطبقة البسيطة والفقيرة فهي دي الطبقة اللي من مصر. تخيلوا ان واحدة من أسرة بسيطة زي شيماء لما تصحى وتلاقي ان هي عندها اكتر من 2 مليون متابع على التيك توك، فده كان بالنسبة لها نقلة كبيرة، وانها بقت مشهورة ومطلوبة في الاعلانات ومعاها فلوس بين يوم وليلة. وهي دي القضية اللي بيناقشها المسلسل. لايكات بقى لايكات. ها، اغرب حاجة في المسلسل ده ان هو ناقش القضية دي واثبت وجهة نظره عن طريق حاجتين. الطريقة الاولى كانت من خلال قصة المسلسل نفسها اللي اتعرضت، نهار اسود ومنيل اللي هي بتعمله ده. والطريقة التانية من الجدل اللي طلع بعد المسلسل من ناحية شخصية شيماء ونسمة الكاريزما. ناس شافت ان الطريقة دي كانت اوفر جدا في التمثيل من ناحية طريقة الكلام، وناس تانية قالت بالعكس، ده هما كانوا تمثيلهم طبيعي جدا وواقعي، وده الكلام اللي بيتقال والناس اللي بتعمل كده في التيك توك. يا لهوي. انا بصراحه ما كنتش اعرف سلمى ابو ضيف اللي عملت شخصيه شيماء، بس انا حسيت ان هي عملت الدور ده اكتر من رائع، والتمثيل كان واقعي جدا. وليلى زاهر كانت عليها حته قلبة بق وطريقه بتتكلم بيها كانت بالنسبه لي اكتر من رائعه، ومثلت بجد الدور حلو جدا. وبصراحه كل ابطال المسلسل من اصغر واحد لاكبر واحد كلهم كان دورهم حلو جدا وفي مكانه صح. حتى الدور بتاع جارتهم اللي كانت بتطلع هي وجوزها اللي بيطلع بالفانيلا ويقعدوا يقطفوا الملوخيه وقعدت تتكلم على الفولور والفيوز، حتى دي كانت تفصيله حلوه جدا في المسلسل. انا بصراحه ما حسيتش ان كان في حد مأفور ولا ان كان في حد مزود الشيء والتق والحاجات دي. من اكتر الحاجات اللي عجبتني جدا في المسلسل ان هما كانوا بيجيبوا مشهد في الاول من المستقبل وبعد كده يرجعوا لأحداث المسلسل. فأنا كنت طول وقت المسلسل متشوقة وعايزة أعرف إيه اللي وصل المسلسل اللي إحنا شايفينه دلوقتي بالأحداث اللي حصلت في المستقبل. اللي ما شافش المسلسل لازم يتفرج عليه وتشوفوا بنفسكم إن هما كانوا بيتكلموا بطريقة أوفر ولا نقلوا الشخصيات بواقعية تامة. بس كده كفاية عشان أتعب.